هذا المكتب الجميل. اللي انت قاعد عليه ده. ايوه، طب ما انا قلت لكم انا فكرت فوق يعني مش فكرت فوق. طب شوف عندنا وتعالى يعني بس يا ابني ودي نتحل معاهم الحقيقه. طلع في ايدي حط على الحقيقه دي. والله يا باشا الناس دي من عندهم على المسكره مع اللي فيه ضمير مفيش حاجه. يا صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. النهارده اتفاجئنا كلنا بسيادة المحافظ لإحدى المحافظات عامل مرور على المستشفيات، واتفاجئنا ان هو بيهاجم إحدى الطبيبات، او بمعنى تاني انه هزقها وشتمها وحولها للتحقيق. طيب ليه يا سيادة المحافظ؟ انت مشكور ان انت بتعمل مرور وبتتابع الأحوال في محافظتك، لكن ليه تهزق طبيبة؟ مش من حقك ان انت تهزق. دي موظفة زي ما انت موظف بالظبط. ليه؟ لو اخطأت في لوائح وقوانين بتحكم العاملين بالدولة. طب ايه خطأها هنا؟ ان هي بتنفذ اللوائح المخصصة للمستشفيات، انها تكشف للي بيقطع او عنده تيكتس. طب كان في حل حلو قوي يا سيادة المحافظ، بدل ما انت تهزق الطبيبة كان في حل حلو قوي ان انت تصدر قرار بإلغاء الكشف بفلوس ويبقى الكشف مجانا، وبكده انت حليت المشكلة وخدت ثواب. يا سيادة المحافظ عايزين رد منك، انت تقدر تخلي الكشف في محافظتك مجانا في المستشفيات؟